اليوم حضرتوا معنا من موقع الفعل، من موقع تتبعكم من القضايا العادله، القضايا الحقوقيه والقضايا المدنيه والسياسيه والفرديه والجماعيه. حضرتوا معنا المهرجان الخطابي واللي دارنا تحت شعار الوضع الحقوقي بالاقليم. للاسف الشديد ان كاين هناك رده حقيقيه حول حقوق الانسان بالمغرب، وكذلك المضاعف هو بهذا الاقليم، بحيث ان في هذا الاقليم مدينه اسفي ان الخرق هو القاعده والاستثناء هو احترام حقوق الانسان، سواء الحقوق المدنيه او السياسيه او الفرديه والجماعيه، وكذلك الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه. اعتبر على ان هذا يشكل خرقا وتراجعا ومسا خطيرا بحقوق المواثيق الدوليه. كذلك مدينه اسفي اصبحت انها في بركه من الخروقات ومن الانتهاكات، خاصه فيما يتعلق بالحقوق الاقتصاديه وهو الحق في الشغل، باعتبار أن المواثيق الدولية تكفل والدستور الذي هو متوافق عليه، الدستور 2011 متوافق عليه من جميع الأطراف والفئات الاجتماعية، والذي اعتبرناه أنذاك مكسبا للشعب، للأسف لم يتم تفعيله، وخاصة الحق في الشغل والحق في الكرامة والحق في التنمية. هذا كله يغيب عن هذه المدينة، وبالتالي أن تحكمها الزبونية وتحكم المحسوبية، وكذلك لوبي الفساد الذي أصبح سرطانا وثقافة تنخر هذا الإقليم، وكدس العديد منهم الآلاف والملايير، سواء داخل المجالس البلدية أو داخل السلطة المحلية أو بعض المسؤولين القضائيين. للأسف أنهم يبيضون بأحكام قضائية غير عادلة وجوه هؤلاء اللوبي الفساد الذي يضع مصلحته فوق مصلحة المدينة، وبالتالي مصلحة الوطن لا علاقة لهم بهذا الوطن لا من قريب ومن بعيد إلا البقر الحلوب، وبالتالي الإثراء على حساب الجماهير الكادحة. كذلك في مجال الصحة حدث ولا حرج، والوضع جد مأساوي، الكل يكتوي بنار ذلك. أما البيئة فهي جد خطيرة وكارثة ترتب عنها الكارثة الطبيعية، وهي ناب البحر، بحر اسفي، وخاصه الرمال ديالو من طرف اللوبي الذي اصبح يتجاوز 92 مليون كمدخول لكل شخص يومي على حساب الاخرين، ويوظف في الدعايه الانتخابيه وفي تبييضه للحصول على مركز في القرار داخل البرلمان المزور بطبيعه الحال، ثلثين فيه مزوره وتدافع عن مصالحها. ولم نرى اي احد من هؤلاء الممثلين انهم فعلا كانوا يدافعون عن اسفي، لا لشيء الا ان مصلحتهم مع هذا الواقع ان يبقى الحال على ما هو عليه، وثانيا لانهم اميين وجهله لا يفقهون لا في القانون ولا في الثقافة ولا في الدفاع عن مصالح الآخرين، لأن بقدرة القادر وبارتزاق مالي أصبحوا في موقع القرار. هذا مصير أسفي. نود نحن من موقعنا كجمعية وطنية للدفاع عن حقوق الإنسان لا نعتبر أن بديل الأحزاب وعلى الجمعيات، بل أننا نضم صوتنا إلى صوتهم، ولكن نقول أننا نحن قيمة مضافة، نحن لن نسير في هذا المنحى، بل في الكفاح وفي النضال، ومن المبدأ الدستوري لربط المحسوبية بالمحاسبة بالمسؤولية أيا كان، وليس لنا أي خطوط حمراء.